الأتوبيس الأحمر أبو دورين الشهير المستخدم بإنجلترا واللي بيعد وسيلة المواصلات الرئيسية هناك بيتصنع في مصر بأيدي مصرية. هنتكلم النهاردة عن واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية اللي مصر توسعت فيها وطورتها الكام سنة اللي فاتت، وهي صناعة الأتوبيسات بكل أنواعها، من أول الميكروباص للأتوبيسات السياحية الفخمة، والأهم لندن باص أو الأتوبيس الأحمر أبو دورين اللي بنصدره لإنجلترا. تعالوا نشوف ازاي اخدنا خطوات مهمة في تطوير صناعة الأتوبيسات واللي بتعد أهم وسيلة نقل جماعي، وازاي بدأت قصة نجاح مصنع MCV في مصر واللي بدأ بمصنع واحد سنة 95 والنهاردة بيوصل ل10 مصانع. الرائع في مصنع النهاردة إن كل فترة بيتوسع وبيزود نسبة الإنتاج المحلي بالمنتج، وحاليا بيستخدم خامات محلية بنسبة 60% من عملية التصنيع عشان نوصل تدريجيا لتوطين صناعة مهمة جدا. كمان المصنع بيهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأتوبيسات في السوق المحلي، وحاليا بيصدر إنتاجه لعدد من الدول على رأسهم إنجلترا وفرنسا والصين. تعالوا نشوف كل مراحل إنتاج أتوبيس MCV من أول مراحل بناء الهيكل لغاية مرحلة التشطيب النهائي والاختبارات. ودلوقتي تعالوا نشوف الإعلام السعودي أحمد الشقيري وحلقة مميزة عن أتوبيس لندن اللي بتصنع في مصر في شركة MCV المصرية، واللي بتمتلك أكبر مصانع لإنتاج الباصات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية. كمان هنشوف أحدث إنتاج الشركة من الأتوبيسات الكهربائية من طراز سي 127 واللي بيتم إنتاجها بهدف التصدير الخارجي والعمل في محافظات القاهرة واسكندرية كبداية. تعالوا نشوف الفيديو. في زي الباص ده في لندن 8700 باص بيحركوا ملايين الناس يوميا. سين سؤال باص لندن هذا تتوقعوا كده بتصنع فين؟ احنا هنا فين؟ يا اهلا وسهلا، احنا في اكبر مصنع باصات في الشرق الاوسط وافريقيا، واحدى الموردين لباص لندن الشهير هنا مصر. هنا المصنع المسؤول عن تصنيع اجزاء الاتوبيس. كل اتوبيس بيتصنع له هنا في المصنع ده من 700 جزء ل 1000 جزء حسب الاتوبيس. يعني الميني باص ممكن ياخد 700 جزء من المصنع ده، الباص ممكن ياخد حوالي 1000 جزء. احنا عندنا مكانتين ليزر، دي واحده منهم، دي بتشتغل صاج ومواسير في نفس الوقت، يعني هي دلوقتي شغاله بصاج وتشتغل زيه. احنا هنا في مصنع اللحام، بعد الاجزاء ما انتهى تصنيعها في مصنع الماكينات بتيجي المصنع اللحام عشان تتجمع على الجيجات او الفرم. كل جزء بيروح في المكان بتاعه زي ما حضرتك شايف هنا. بيبدا العامل يرص الاجزاء كلها. الجيج دي اللي هي اللبني، والمنتج ده اللي هو الحديد الاسود. بعد ما كل الاجزاء اتلحمت وخلصت وتراجعت جوده، بيتراجع ويطمن كل حمات تمام وكل الابعاد مطابقه للرسم الهندسي، بنبدا نجمع الاتوبيس بالشكل النهائي اللي انت شايفه دلوقتي. بعض الاجزاء بتتلحم بعد المرحله دي، بس اجزاء التجليد بسيطه، وبعدها الاتوبيس بيروح يتعالج ويكمل مراحله في باقي المصنع. احنا هنا بنجيب الشيت بنحطه على المكنه ونبدا نشغل السخانات اللي فوق دي، وفي سخانات تحت درجه حرارتها بتوصل ل 220 ينفع نشكله. بعدها المولد بتطلع وبيحصل فاكيوم بيسحب الشيت، بيوصل للشكل النهائي اللي هتشوفه دلوقتي. احنا كان عندنا احتياج ان احنا نعمل اجزاء اكبر وفي وقت اقل وبباور اقل، فاحنا صنعنا المكنه اللي حضرتك شايفها قدام. احنا عندنا قسم صيانه قوي بصنع اكتر من مكنه، دي يعتبر اكبرهم. المكنه دي بتشتغل على شيت 3 متر في 1.5، اكبر من اللي حضرتك شفتها. الناحيه الثانيه دي بتشتغل على 2 متر في متر. عدد السخانات هنا 500 سخان، بقدر اتحكم في كل سخان عشان اوفر طاقه. حلو. بعد مرحله التفكير على المكنه اللي احنا شفناها بتيجي الاجزاء على الروبوت عشان نبدا نقطع. احنا ليه بنشتغل على روبوت؟ لان احنا في MCV عشان نقدر ننافس في الاسواق العالميه بيتطلب مننا معايير جوده معينه ما اقدرش انزل عنها. احنا عندنا اداره مخصصه للتكنولوجيا هي اللي بتكريت البرامج، بيدخل الرسم الهندسي على الروبوت وهو بيبدا ينفذه اكوردنج للرسم الهندسي بتاعنا. ده فعلا اكبر مصنع دهان في الشرق الاوسط. احنا عندنا 32 كابينه دهان. قسم الدهان ده بيبقى هو البوت النك، او لو انت عندك القسم ده قوي انت مش هيبقى عندك مشكله انك تنتج اي عدد من الاتوبيسات. احنا برضو بنصمم اللوجو للعملاء، عندنا اداره جرافيك قويه بتصمم حسب متطلبات العميل، وبيبقى الشكل النهائي وبيتراجع طبعا مراحل الكواليتي بتاعته، وبعدين الاتوبيس بيبقى جاهز يخش على مرحله التشطيب النهائي. اول محطه دي لتركيب الاجزاء الكهرباء، الضفاير والوصلات بتاعتها. بعدين بركب الازاز بتاع الاتوبيس، بس ده بيبقى في الورديه. احنا في مصر بنشتغل مع حوالي 600 لوكال سبلاير. الازاز محلي، ABS احنا بنصنعها عندنا، الوردمانات دي احنا بنصنعها من هنا، الكتروستاتيك عندنا، الفورمايكا دي احنا بنصنعها عندنا. بيوصل المحطه اللي احنا فيها دي اخر محطه، بيكمل باقي الاجزاء وبيراجع كواليتي،
والعربيه بتبقى تحتنا هنا في مجرى بالعربيه بتدور وبتتساق بعدها لمنطقه الاختبارات. وما عمري كنت اتخيل انه الباص الاحمر حق لندن بتصنع في مصر. ففكره انه انا اركب اشهر باص نقل عام في العالم واعرف انه عدد منه مصنع في مصر شعور مره حلو الحقيقه. يعني انا دحين قاعد يقولوا كده حاسس بكده. لا وكمان فرنسا وكمان الصين وكمان سنغافوره واستراليا ونيوزيلاند. عاد بتكمل ال 60 دوله؟ اتفضل. لا مش هقول كل ال 60 دوله بس في كل مكان. انا بقى في مرحله من مراحل الجوده بنطمن ان الاتوبيس ما فيهوش اي تسريب والاتوبيس سيلد مش هيسرب ميه. احنا طبعا بنصدر لانجلترا والهونج كونج والاسواق مختلفه فيها مطر شديد، ما فيش اي ميه تخش جوه اي حاجه. لا هو الاتوبيس بس اللي هيبقى عليه ميه من بره لكن جوه مش هتدخل. فزي ما قلنا ان احنا عشان نوصل للمرحله دي كل جزء ركب او بروسيس اتعملت حصل عليها مراجعه جوده. ودي مرحله بعد الاتوبيس ما زي ما شفنا وخلص قسم التشطيب بيخش مرحله الاختبارات، بيتعمل له شاور تيست اللي احنا فيه. ده الشاور تيست تمام. بيتعمل له اختبار لضبط الزوايا، بيطلع على طريق بيطمن مفيش اي مشاكل في الطريق، اصوات او اي مشاكل على الطريق.